بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف السادس العلمي والأدبي. بالنسبة إلى أخبار اللي بخصوص نتائج الصف السادس الإعدادي العلمي والأدبي للعام الدراسي 2024-2025، تقدرون تتابعون آخر أخبار النتائج الخاصة بالصف السادس العلمي والأدبي على موقع منصة توجيه التعليمي اللي يكون محدث في اللحظة. بالنسبة للنتائج، تم التصحيح بنسبة 100% حاليا في مرحلة التدقيق، والتدقيق حاليا في مرحلة 50%. لو تلاحظون هنا في وضع الحالة هو حاليا قيد التصحيح. لو احنا نقدر نسوي تحديث حتى نعرف الوضع. لو تلاحظون هنا هو حاليا قيد التدقيق، حتى تتأكدوا على أنه الموقع يتحدث لحظة بلحظة ومو ثابت. بالنسبة للنتائج في أي لحظة ممكن تنعين، لذلك رابط متابعة هذا الموقع. ممكن حاليا الفيديو انرفع والنتيجة تم رفعها، لذلك رابط تحميل أو رابط الموقع الخاص بالنتائج راح تلقونه في وصف الفيديو، تقدرون تتأكدون من خلاله. الرفع راح يكون لجميع محافظات العراق، بالنسبة لنينوى، ديالى، الكرخ الأولى والكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، الرصاف الأولى والثانية والثالثة، كذلك النجف، الأشرف، ذي القادسية، صلاح الدين، وسط أربيل، السليمانية، دهوك، الأنبار، بابل، البصرة، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى. لجميع المحافظات سوف يتم رفع النتائج على موقع منصة توجيه التعليمية الرسمي. كذلك إذا دخلتوا على الرابط وما لقيتوا النتيجة تم رفعها، تضغطون على رابط قناة التليجرام، تنضمون إلى قناة التليجرام حتى تتابعون آخر أخبار النتائج.